في قرى كتير الحق فيها مش دايما بيكون صح. الحق فيها اللي صوته أعلى، واللي اسمه تقيل ومعروف، واللي الناس بتخاف منه. وفي القرى دي البنت لو قالت لأ تبقى مش بس بتعاند، لأ، تبقى بتعلن حرب وهي مش معاها سلاح. قصتنا عن بنت ما عملتش حاجة غلط غير إنها رفضت، بس الرفض في القرية دي كان ذنب ما يتغفرش. سارة بنت عندها 22 سنة، بنت هادية زيادة عن اللزوم، مش بتضحك كتير، مش بتتكلم كتير. أبوها مات وهي صغيرة وسايبها مع أمها، ست تعبانة، ظهرها محني من الشغل والهموم. بيتهم في آخر القرية جنب شجرة ملعونة كبيرة، الناس بتقول عليها مسكونة، ومن زمان محدش بيقرب منها بالليل. وسارة من وهي صغيرة كانت تحس إن الشجرة بتبص عليها. ابن الشيخ اسمه حامد، شاب تخين، صوته عالي، عينيه دايما حمرة. اتجوز قبل كده، مراته ماتت، والقرية قالت قضاء وقدر. بس في ستات كانت بتهمس، كان بيضربها، كان بيعذبها. حامد شاف سارة مرة واقفة على الترعة، ومن ساعتها قال دي مراتي، مش عايزها، لأ، مراتي. الليل كان تقيل والدنيا كلها ساكتة وهدوء خانق. الباب دق جامد، دخل 3 رجالة والشيخ البلد وراهم. قعد من غير سلام ولا كلام وقال للأم احنا جايين نطلب ايد بنتك. الأم بصت لسارة وسارة قلبها كان هيطلع، قالت بهدوء مش موافقة. السكوت نزل والناس اتصدمت. الشيخ قرب منها وقال فكري كويس. ردت فكرت. ومن اللحظة دي القرية قررت تنتقم. تاني يوم سارة نزلت تجيب عيش، الراجل صاحب الفرن قفل في وشها وقال مش عندي. الستات تهمس وتضحك. حد كتب على باب بيتهم اللي تعاند الشيخ تتكسر، وأمها بدأت تعيط وسارة سكتت، بس السكات ده كان بيغلي جواها. الليل جه، الهوا بيزق الشباك بتاع بيتهم. سارة سمع نفس معاها، هي مش لوحدها. شافت ظل واقف عند الشجرة الملعونة، ظل شكله طويل اسود، ولما بصت كويس الظل اتحرك ناحية بيتهم. وتحت الشباك صوت ست بتعيط بتقول احنا كتير وانتي جاية معانا. الشيخ نداها قدام الناس كلها، قال لها الناس كلها شاهدة، انت اللي رافضة. سارة ردت وقالت الجواز رضا. الشيخ ضرب العصاية في الأرض وقال احنا اللي بنحدد الرضا هنا. الناس بعدها كلها سكتت، والسكوت كان أوحش من الكلام. سارة عدت من جنب المقابر بعد المغرب، سمعت همس وأسماء بنات، شافت قبور من غير تواريخ ولا أسماء. واحدة منهم كان عليها وردة جديدة والتراب كان لسه منشفش، وصوت طالع من تحت التراب دورك قرب. ست عجوزة اسمها الحاجة وداد كانت بتعيش لوحدها. قالت لسارة القرية دي دفنت بنات كتير عشان ترضي الرجالة، وحكت عن بنت رفضت راجل واختفت، وبقى فيه لعنة في القرية دي من ساعة اللي حصل. سارة ما بقتش تنام كويس، بقت بتشوف كوابيس، دم، صراخ بصوت عالي، تحس إن في حد ماسك إيديها وهي نايمة، وعينيها بقت تقيلة، صوتها بقى مش صوتها، هي فيها حاجة متغيرة. الزرع بدأ ينشف والحيوانات بدأت تموت. الليل بقى أطول والناس تحس إن نفسها بقى تقيل، والكل يقول كل ده حصل من يوم ما سارة رفضت. الليل بقى تقيل، مش ليل عادي، ليل يخوف حتى الناس اللي متعودة على الضلمة بقت تخاف. الهوا واقف. حامد ابن الشيخ خرج من بيته متأخر، ماشي متعصب، بيكلم نفسه ويشتم، وكان شارب ومش متزن. وكل خطوة تقربه من الشجرة الملعونة كان قلبه يدق أسرع،
بس هو بيكابر. وقف تحت الشجرة، بص لفوق وقال بسخرية: فينك يا سارة؟ فاكرة نفسك حاجة؟ في اللحظة دي الهوا لف فجأة، الأغصان اتحركت وضلمة تقيلة نزلت عليه. سمع صوت، مش صوت واحدة ولا اتنين، أصوات بنات بتضحك ضحكة باردة. شاف ظل وبعدها ظل تاني وواحد تالت، وشاف وشوش ملامحها مش كاملة، عيونها سودة وشعرها مفرود. حامد حاول يجري بس رجليه غرزت في الطين كأن الأرض مسكاه. صرخ وقال: ابعدوا، أنا ما عملتش حاجة. وصوت جاله من وراه: انت اللي عملت كل حاجة. آخر حاجة سمعها كانت صرخة دخلت جوه كل البيوت، وبعدها سكون ومفيش ولا صوت، وكل حاجة اختفت. الفجر أذن بس القرية ما صحيتش. أم حامد كانت أول واحدة تصرخ لما لقت أوضته فاضية، السرير مقلوب والباب مفتوح. الشيخ نزل بنفسه، وشه شاحب، عينيه غرقانين. الرجالة دوروا عند الترعة، عند المقابر، لكن ما لقوش حاجة. لكن لما وصلوا للشجرة الملعونة وقفوا، لقوا آثار أقدام واضحة رايحة ناحية المقابر، والأرض حوالين الشجرة كانت محفورة كأن حد حاول يطلع وبعدين اتسحب بالعافية. الناس بدأت تهمس: دي مش طبيعية، دي لعنة. وسارة ولا كأنها موجودة، محدش شافها من امبارح. الشيخ قفل على نفسه، ما خرجش، ما ردش. وفي الليل اللي وراه كان بيصرخ. الخدام سمعوه بيقول: مش أنا ما عملتش حاجة. شاف في نومه بنات واقفة حواليه لابسة أبيض وشعرها مغطي وشوشها. واحدة قربت منه وقالت: فاكر لما قلت الجواز غصب؟ صحى مفزوع، لقى آثار تراب على هدومه. ومن ساعتها بقى يخاف من الضلمة، من السكات، من نفسه. قبل الفجر بساعتين الشيخ خرج من بيته من غير ما حد يشوفه، ماشي مش في وعيه، كأنه بيتسحب. وصل عند المقابر، وقف وبص وقال بصوت مكسور: سامحوني. في اللحظة دي الهوا بقى كتير وبدأ يلف حواليه، والأرض اهتزت، وشافهم كلهم واقفين. والشجرة الملعونة كانت بعيدة بس ظلها واصل لحد عنده. الفجر أذن والناس جريت، لقوا الشيخ واقف ميت وعينيه مفتوحة وبيشاور ناحية المقابر، كأنه شاف حاجة عمره ما كان مستعد لها. بعد اللي حصل الناس راحت بيت سارة. البيت فاضي نظيف، كأن محدش عاش فيه، غير إنه مكتوبة على الحيطة بخط واضح: المظلوم لازم حقه يرجع له. أم سارة كانت قاعدة قدام الشجرة الملعونة بتقرأ قرآن ووشها هادي. حد سألها: سارة فين؟ ردت بهدوء يخوف: خدت حقها ومشيت. من اليوم ده القرية اتغيرت، مش حبا ولا ندما، لأنه خوف. الظلم مش دايما بيخلص في وقته، بس بيخلص، وحق المظلوم حتى لو اتأخر بيرجع. ولازم يجي اليوم اللي تترد فيه المظالم، أبيض على كل مظلوم وإسود على كل ظالم. افتكروا دايما، مش كل اللي ساكت ضعيف، في سكات بيسبق العاصفة. ما تنسوش تصلوا على النبي، ومستنيين رأيكم على القصة، ونشوفكم القصة الجاية بإذن الله.
سلام.